بيحصل في الملعب؟ شايف ياسر عبد الرؤوف رايح على اوضه اللبس وهو طاقم التحكيم. طبعا خرجوا بره خلاص، دخلوا اوضه اللبس يا كابتن، والملعب اتحول الى يعني موقع جلابيه جديده لو عايز تقول. لا معاك يا فيصل، انا معاك يا فيصل، انا معاك. واحد من المتفرجين مولع شمروخ وبيجري في الملعب رايح جاي. شايفين الصوره؟ جماهير الفريقين خلاص يعني، حتى النادي الاهلي خلاص بيتوجه ناحيه غرفه خلع الملابس. جماهير المحله بدات تنزل الملعب الى حد كبير، عدد كبير جدا من الجماهير بدا يتوافد الى الملعب من مشجعي غزل المحله. اعتقد انه خلاص المدرجات بتتفتح وكل جماهير غزل المحله بتنزل الان الى الملعب. بس شايف البعض بيحاول يهدي، شايف البعض بيحاول يطلع الناس للمدرجات من جديد يا فيصل. في محاولات طبعا، لكن اعتقد انه السيطره الان في منتهى الصعوبه، لانه خلاص يا كابتن انا اللي انا شايفه قدام الجماهير بتتوافد باعداد كبيره ناحيه الملعب. حتى جماهير غزل المحله بتتجه ناحيه التراس اهلاوي، وربنا يستر لانه الازمه هتبقى عنيفه، واعتقد انه الصوره يعني اصبحت في منتهى الصعوبه. فيصل بس اللي عايزك توضحه للناس ان الهدف صحيح 100%، ان ما فيهوش ادنى شك لا من قريب ولا من بعيد. هدف صحيح، وانا شايف جماهير بعضا من جماهير المحله وللاسف اشارات خارجه للاسف. احنا مضطرين الصوره تفضل معانا. شايف جماهير الاهلي ثابته في مكانها تماما، بتغني في مكانها فقط لا غير، وشايف الامن بيحاول يحمي، وشايف الامن بيحاول يبعد جمهور المحله عن اللوح الاعلانيه او الاقتراب من جماهير النادي الاهلي في قصف للحجاره من الملعب على جماهير النادي الاهلي. ايضا في بعض الامور بتلقى من مدرجات النادي الاهلي، لكن جماهير الاهلي واضح انها بتغني وفيها حاله من السعاده بهدف التعادل الصحيح اللي باكد لك انه صحيح 100%. وشايف اعداد كبيره جدا داخل الملعب من جماهير المحله اللي هتخسر فريقها المباراه. يعني المباراه هتتحسب 2-0 ومباريات ثانيه بدون جمهور، وهتبقى مشاكل كبيره يا فيصل. كابتن جمهور الاهلي كأن المباراه شغاله، كانه شايف فرقته بتلعب، بيهتف بلاعبيه، بيهتف باسم فرقته، بيهنئ من المدرجات. لكن الغريب جدا ان جمهور الاهلي مصر يتوجه الى التراس اهلاوي. نعم. يعني طبعا القدرات الامنيه الان اصبحت مستحيله، خلاص انت ما انتش عارف مين اللي امن ومين اللي جمهور ومين اللي مش جمهور ومين المسؤول ومين اللي مش مسؤول. خلاص القصه في منتهى الصعوبه، وعايز اقول لك ان اعمار صغيره جدا، يعني حاجه في منتهى الغرابه. خلاص بقى بيقلعوا التيشيرتات وبيمشوا بالفانيلات، وحاجه صعبه جدا، ومصرين على التوجه ناحيه التراس اهلاوي. وبدا تراشق بقى في الطوب من كل ناحيه، الدرجه الاولى يمين والثالثه الخاصه بالنادي الاهلي اصبح تراشق. جمهور غزل المحله اللي نزل ارض الملعب بيحدث ازايز ميه وطوب، وجمهور الاهلي بيرد، والمشهد اصبح مأساوي للغايه، المشهد قدامنا على الشاشه احنا شايفينه، وهترك لك تتكلم يا فيصل لو عندك. يعني انا شايف الصوره قدامي واضحه تماما، عدد كبير جدا من جماهير المحله في الملعب، وعدد كبير جدا ايضا في المدرجات ملتزم تماما. جماهير الاهلي ملتزمه في المدرجات ما نزلتش، لكنه احيانا بترد بعض الازايز او بعض الطوب بالطوب، وان كان العدد اللي موجود في ارضيه ملعب غزل المحله غريب جدا، والعيال بداوا يلعبوها كما لو كانت تقسيمه غريبه جدا داخل الملعب يا فيصل. بالظبط يا كابتن، زي ما حضرتك بتقول، خلاص في ناس بتهرج بمنتهى الامانه، يعني واخدينها لعبه بيلعبوا، في ناس بتحدث طوب وناس بتحدث ازايز، وكله يقول لك اوت وكله يقول لك جون. قصه الان حتى مصور التلفزيون خرج وجري من مكانه، لانه كل الجمهور متوجه على الكاميرا عايز يعيد له الكوره، وكانه هو اللي هيكون الحكم، وكانه هو اللي هيحكم بيه، هو اللي هيكون. اعتقد ان المساله داخله في ازمه عنيفه جدا. انا عايز اقول لك انه اعداد الجماهير بتتزايد وبتتوافد في قلب الملعب، والطاقم التحكيم غير موجود. صغير موجود بالظبط. هي موقعة الزمالك والافريقي، موقعة الجلابيه تتكرر من جديد في استاد غزل المحله. القصه بالظبط اللي ما كانش معانا انه المحله تقدم بهدفين، في ادي كمان افواج من جماهير المحله بتتوجه الى مدرجات النادي الاهلي. الجمهور رجال الامن ما بيعملوش حاجه خالص، بيشيلوا بس البعض من جماهير غزل المحله، شالوا ولد كان هيقع لكنهم لا يتصدوا لاي شيء على الاطلاق. ادي الصوره قدامنا، ادي عسكري طبعا ده هيجيبوه في حقوق الانسان، ازاي يعمل كده؟ عشان حرام، عيب. انه بصوا حضرتك ده منظر ملعب كرة قدم اللي انتوا شايفينه، ده منظر ملعب كرة قدم غزل المحلة والنادي الاهلي في استاد غزل المحلة. الامن فقد السيطرة تماما، الامن يفقد هيبته، وفي ناس همها انها
تفقد الامن هيبته في هذا البلد. ومن العيب ومن غير المقبول على الاطلاق ان ده يحصل. عصايه جرتهم طلعتهم على المدرجات، واحد دلوقتي هيسخنه هيقول له انت طالع ليه انت هو، يلا ننزل تاني، الاهلي هيجيب جون تاني وتالت، وادي مراقب المباراه. هذا منظر لملعب كره. فيصل اتفضل يا فيصل. عايز اقول لك يا كابتن ان جمهور الاهلي بدا